اصلا في الاساس السمسار اللي هو كان بياخد حسنه من هنا وحسنه من هنا ده كان مكروه. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ جمعه مباركه عليكم. معاكم علي عبد العزيز وحلقه جديده من سلسله حلقات ليه. النهارده هتكلم عن موضوع شيق جدا، وهو ليه اصبح الشغلانه بتاعت البروكر شغلانه مكروهه. طيب عشان نرجع اصلا نجيب اصل الموضوع، محتاجين ان احنا نرجع بالسنين شويه كتير، ان احنا نروح لغايه مصر القديمه وبالتحديد الدوله الفاطميه. هي دي الوقت اللي طلع فيها شغلانه اسمها شغلانه السمسار. شغلانه السمسار دي هي التطور الطبيعي او الحاجه الاساسيه اللي تطور منها شغلانه البروكر. انا ما بتضايقش خالص لما حد بيقول عليا سمسار، او بيقول على مهنتنا دي ان هي شويه سمسره. دي حاجه ما فيهاش مشكله خالص. بس محتاجين واحنا بنتكلم عن الشغلانه دي ان احنا نكون بنتكلم عن كذا مهنه تانية كانت موجوده في نفس العصر. انت كان عندك شغلانه الحكيم، شغلانه المقاول، شغلانه التاجر، وشغلانه مدرس الكتاب. تمام. وشغلانات تانية كتير جدا اتطورت تطور طبيعي، بس الاربعه دول اللي انا محتاج اتكلم عليهم. بالنسبه للحكيم، اصبح ان ليه كليه ونقابه وتطور طبيعي وبقى دكتور. تمام. بالنسبه للمقاول، اصبح ان هو برضو بقى ليه تطور طبيعي وكليه وبقى مهندس. انا برضو مهندس عامه يعني، فما بتضايقش برضو كمهندس مدني اما حد كان بيقول عليا مقاول. بالنسبه للمدرس بتاع الكتاب، اصبح برضو ان في ليه مهنه وليه تطور طبيعي وكليه ونقابه وكل الكلام ده. وبالنسبه للتاجر، بقى في كليه تجاره وبقى في كليه بيزنس، وطبعا التاجر اللي بقى بيتخرج من كليه بيزنس بقى انجح من التاجر اللي هو المعلم اللي احنا عارفينه يعني. فكل مهنه من دول تطوروا تطور طبيعي ما عدا المهنه بتاعت السمسار. طب هتيجي تسالني ليه يا باشمهندس المهنه بتاعت السمسار ما تطورتش نفس التطور اللي بقيه المهن دي اتطورت له؟ طيب يا سيدي، هقول لك ان في مشاكل وحلها. تمام. دلوقتي انت عندك مشكله اصلا ليه في بروكر في مصر، او ليه في السمسار في مصر تطور واصبح ان هو بروكر. انت عندك مبدئيا شغلانه الريل استيت دي موجوده في كل البلاد، موجوده في امريكا وموجوده في دبي وموجوده في كل بلاد العالم من قديم الازل، ولكن خلينا نتكلم عن امريكا ودبي بالذات، او امريكا والامارات بالذات. تمام. احنا عندنا هنا، او دول اللي هنحتذي بيهم يعني كمثال في بقيه كلامنا، احنا عندنا هنا كشغلانه السمسار، كان السمسار دوره ايه؟ كان السمسار دوره ان هو بيبقى عارف المنطقه اللي هو عايش فيها، عارف شوارعها كلها، اساميها، كل عماره فين، حافظ الخريطه بتاعتها، وبيبقى عارف كل فلان او علان بيبيع الشقه بتاعته بيبيع بكام، وبيوصلها بواحد بيشتري، لان هو بيبقى عارف اللي بيشتري وبياخد حسنته من هنا وحسنته من هنا، وكله مرضي. تمام. انما البروكر بتاع اليومين دول مهنته ممكن تكون مختلفه شويه. قبل ما نتطرق لمهنته، انا عايز برضو اكد ان اصلا في الاساس السمسار اللي هو كان بياخد حسنه من هنا وحسنه من هنا ده كان مكروه، لان الشعب المصري بطبعه هو شعب اسري واليف، وبيبقى عادي جدا ممكن يكون عارف ان في اخر الشارع عنده في سعد بيبيع شقه، وانا كمحسن عايز اروح اشتري الشقه بتاعته، فليه عشان انا اضطر اجيب رقم سعد او احدد ميعاد مع سعد يبقى في سمسار بينا، والسمسار ده ياخد مني فلوس هو ما تعبش فيها؟ انا بالنسبه لي شايف ان تعبه ده تعبه عمله في 10 دقائق، وانا كنت ممكن نفس التعب ده لو قضيت ال 10 دقائق دول وفرت كل الفلوس كتيره دي. والله بص، يعني بالنسبه للسمسار فانا برضو محتاج اتكلم في حاجه. انت لو انت فعلا تعرف الشخص ده وخلاص، انت رحت عرفت ان هو بيبيع شقته وخلاص، تمام، فتمام يعني، ما هو السمسار فعلا ما كانش ليه لازمه. انما لو انت اضطريت ان انت تقوم من عادتك وتروح تسال سمسار، يا باشا انا عايز شقه كذا وعايز افضل سعر، او عايز شقه كذا وعايز افضل فيو، كسمسار كان بيبقى فيه عادي الحاجات دي. فكان هو بيبقى قاعد على القهوه وبيبقى قاعد بيسمع كل الاخبار، بيعرف مين بيبيع ومين بيشتري وكل الكلام اللذيذ ده كله. فطالما انت رحت وقلت له، هو اصلا السمسار في الوقت القديم ده ما كانش بياخد نسبه محدده، كان بياخد مرضيته وخلاص يعني، مش زي مثلا احنا دلوقتي بقى في نسبه محدده، والنسبه دي ممكن فعلا تكون كبيره او غير واقعيه لبعض الحدود يعني. فكان اصلا البني ادم المصري بيكره الشغلانه دي من زمان. لكن الشغلانه بتاعت البروكر ايه فايدتها، وهل هي بتقوم بنفس دور السمسار ولا لا؟ بص يا سيدي، في اوائل الالفينات اما ابتدى ان يبقى في مطورين كتار في الماركت، وابتدى ان يبقى في لازم تبقى عارف الفرق بين المطور ده وليه اشتري مع ده وليه اشتري مع ده والكلام ده كله، ابتدى يظهر شغلانه البروكر. فهي تعتبر مهنه حديثه، بدأ مثلا من حدود 2004 2005، بدايه مع كولدويل بانكر لما نزلوا مصر، وابتدى بقى ان يبقى في شركات كبيره تانية فتحت بعديها، وشركات وشركات. والطفره الحقيقيه اللي حصلت في المهنه بتاعت البروكر حصلت في 2016 ساعه ظهور العاصمه. اما بقى في ناس كتيره جدا بقى كانت شغاله في الشركات الكبيره دي، وابتدوا ان هم كل واحد يفتح له شركته الصغيره مع 40 50 20 30 واحد، ويبتدوا ان هو كل واحد يسوق بالطريقه بتاعته الجديده، ويبقى طبعا في منافسه
الفظيعه الشنيعه اللي ما بين البروكرز اللي احنا وصلنا ليها في 2025 او 26 وانت بتشوف الفيديو، ان بقى في منافسه فظيعه. يمكن اكتر من 60,000 بروكر في مصر، او ممكن اكتر من 60,000 سيلز عموما. يعني انت بتتكلم ان يعني التطور بتاع البروكر ده حاجه كانت مطلوبه. هو دوره معروف ان هو بيعمل حاجتين. اول حاجه، ودي حاجه محتاج تفهمها كويس قوي، ان هو بيعمل حاجه اسمها تسويق. التسويق ده في اي بزنس، لو جيت دورت في اي بزنس ارتكل يعني، او على اي بزنس سكول ارتكل، تكلفه البزنس بتبقى قد ايه بالنسبه لاي بزنس في الدنيا. في اي حاجه فاتحه بيقول لك ان تكلفه الماركتنج بتبقى 10% من الريفنيو. تمام. احنا ما بناخدش 10% عشان انت تبقى عارف، الشركات قليله قوي قوي اللي بتدي 10% دي. احنا افريج هتلاقي كل شركه بروكر بتطلع لها بعد الضرايب ب 2 3 4 او هكذا. فانت دي حاجه اسمها كوست اوف ماركتنج. انا بسوق لنفسي، ده اول حاجه، ولكن انا بسوق برضو للشركات. فانا اساس شغلي التسويق. انا كبزنس اصلا حتى ال 10% دول ما يكفونيش طبعا ان انا ادفعهم كماركتنج يعني او ادفرتايزنج. انا بدفع اكتر من كده بكتير. ممكن يكون 50% او 60% من الريفينيو بتاعي كشركه بدفعها ماركتنج. وده اي شركه بروكر تقدر تخش تاكد عليه، يعني لو شركات بروكر محترمه اللي بتشتغل على كامبينز. احنا بنعمل حاجه اسمها ماركتنج. تمام. الماركتنج ده ليه ثمن، فالثمن ده انا بقبضه من مين؟ من الديفلوبر. انا ما باخدش منك حاجه طالما البيع برايمري. تمام. طيب ايه تاني حاجه انا بعملها؟ ان انا المفروض ان انا اول شغلانه عندي الماركتنج، ده اول شق. تاني شق عندي اللي هو البروبرتي كونسلتنسي او الاستشارات العقاريه. تمام. طيب المفروض ان انت تجيلي وتبقى عارف ان انا مستشار عقاري. مش محتاج اضحك عليك اقول لك انا من بالم هيلز، انا من صادق، انا مش عارف ايه. لا، انت ممكن تجيلي وتبقى عارف ان انا علي عادي. انا اقعد معاك ونقعد نفلتر مع بعض الاوبشنات، واشرح لك المنطقه وليه دي كمنطقه مستقبلها احسن، بس دي كمنطقه ممكن تعيش فيها دلوقتي اسرع، ودي كمنطقه لما ما بين كل المناطق فممكن يكون مستقبلها احسن في نطاق 1 2 3، انما دي مستقبلها احسن في نطاق 1 2 3. ودي مهنتي، ده اللي انا المفروض اعمله. تمام. ايه المشكله، او ليه بقى شغلانه البروكر برضو اصبحت مكروهه زي ما شغلانه السمسار زمان كانت مكروهه؟ طيب شغلانه البروكر اصبحت مكروهه لكذا سبب. اول سبب ان اصلا شغلانه السمسار كانت مكروهه. انا ليه اروح اديك فلوس وانت ما تعبت تعب 10 دقائق وربع ساعه؟ انا كنت ممكن اتعب. وكلام بيني وبينك مش صحيح. انا ما باخدش منك فلوس خلاص يعني. كبرايمري انا باخد كوست ماركتنج بتاعي من الديفلوبر. ولو كريسيل فانا باخد منك حاجه فتات. يعني انت بتشتري حاجه مثلا بمليون، انا باخد منك 15,000. تشتري حاجه ب 10 مليون باخد منك مثلا 200,000. مش الرقم يعني اللي هو ايه الكبير يعني اللي يبقى معضل يعني. بس ما علينا. ما في شغلانه الريسيل دي هي بيني وبينك النسبه ممكن تكون مش عادله شويه او مش فير او كبيره، بس هي عشان تعوض الناس. ان هو ما لو النسبه ما كانتش متكافئه شويه مع البرايمري ما كانش حد هيشتغل ريسيل. كلها مصر كلها شغاله برايمري، زي ما 80% من مصر فعلا شغال برايمري، ومحدش بيهاوب ناحيه الريسيل يعني. فده اول سبب. طيب تاني سبب يا هندسه، تاني سبب عندك ان الناس من قله الخبره، او من الشركات الكتيره اللي فتحت مع بعض، او ممكن من الجشع، ابتدى يظهر حاجه اسمها البروكرز النصابين، او اللي بيدور على مصلحته، او الشغلانه بتاعت البروكر سهله قوي انها تتدخل. يا جماعه صباح الفل، انا عايز اشتغل بروكر. اشتغل عند اي شركه من الشركات الاسامي الكبيره، وست شهور وهتبقى خبره زي الفل. هتروح اي شركه بروكر من الشركات بقى محترمه اللي بتشتغل بالكامبينز، وتمشي دنيتك عادي. الفكره بقى في ايه؟ الفكره ان انت دلوقتي كبياع او كسيلز او كبروكر او كسمسار او وات ايفر، انت دلوقتي مطلوب منك تارجت. فانت المفروض ان انت تبيع، ده هدفك الاساسي. ففي هدف اساسي تاني برضه المفروض تحطه معاك، ان انا ابيع الحاجه الحلال. انت ممكن تكون قليل خبره وما تعرفش ايه الحاجه الحلال. في فوقيك مدير، وفوقيه مدير، وفوقيه دايركتور، وفوقيه. المفروض ان هم يعرفوك. يا جماعه انا عملت ميتنج مثلا على كذا، او شركه كذا، او اوبشن كذا، او منطقه كذا. في مناطق بعينها انا بقول ما تشتريش فيها، زي منطقه الداون تاون مثلا في العاصمه. المفروض يبقى في مدير ليك يقول لك لا يا باشا، ده يعني الراجل ده لازم تفهمه ان مثلا لو انت بتبيع له في الداون تاون لازم تفهمه ان اول ار او اي توقعه كمان 10 سنين. وان لو في حد بيقول له ايجار الزامي مش عارف بنسبه كام، فتشرح له ان ده هو كده حاسب على سعر متر كذا، فده كلام مش واقعي وهو مش هيحصل، فاعمل حسابك على ده. فطبعا ده ما بيحصلش، او ده ما بيتمش. فده ما بيتمش برضو كنوع من قله الخبره، ونوع من الجشع ممكن بتاع المديرين او بتاع السيلز نفسه. لما يبقى خبره شويه برضو ممكن يكون عنده شويه جشع، لان الحاجات كل ما الحاجه بقت حرام اكتر كل ما العموله بتاعتها بقت اكبر يعني. تمام. ثالث سبب بكل بساطه ان الشغلانه بتاعت البروكر هي دلوقتي مهنه تعتبر من المهن الحره. تمام. انت دلوقتي ما لا عندك نقابه، ولا عندك نادي، ولا عندك اي حد يمثلك. يعني من اشهر الحاجات تحصل في الماركت ده حاجه زي النتش مثلا، بروكر ينتش من بروكر تاني بيعه عن طريق ان هو يدي للعميل هديه.
خلينا نسميها هديه، او ان دايركت ينتش من بروكر بيع عشان بس هو نصاب وخلاص، يعني اللي حصل حصل يعني. تمام. فلو انت عندك نقابه فمش هيحصل كل المشاكل دي، ولو انت عندك الموضوع اصبح ليه نفس التطور بتاع المهن التانية اللي انا اتكلمت عليها في اول فيديو، ان هي كلها هي مهن قديمه ومهن ابتدى التطور بتاعها بشكل من زمان، يعني من 200 سنه او من 250 سنه. المهنه بتاعت البروكر محتاجه نفس التطور. في دبي وفي امريكا اللي انا قلت ان احنا نضرب بيهم مثلا، اللي الريل استيت هناك شغال كويس جدا بالمناسبه يعني، والريل استيت ايجنتس كلهم ليهم احترامهم عادي زي اي مهنه. في معاهد بتدخل سنه او سنتين وتبتدي ان انت تاخد الاكريديشن ان انت تمام انت تقدر تشتغل المهنه دي. زي ما في معاهد طيران مثلا، معاهد طيران برضو سنتين، مش شرط تخش كليه وتبقى قاعد 4 سنين طالما هي المهنه بيني وبينك مش اصعب حاجه. هي الصعب فيها هي السكيلز، ان انت يبقى عندك الموهبه بتاعت البياع. لكن هي النولج هي اجتهاد، انت بتجتهد فبيبقى عندك نولج فبتبقى عارف حاجات. تمام. فانت محتاج حد يعلمك النولج، يعلمك ازاي تبيع، يعلمك ازاي تراعي ربنا. تمام. يعلمك ايه الشركات اللي تشتغل عليهم، يعلمك الهيستوري بتاع كل شركه. فتبقى انت داخل اوريدي، يا جماعه انا اتخرجت من معهد كذا بتاع البروكريج فانا عارف واحد اتنين تلاته. تمام. فده محتاج يتعمل، محتاج ان يكون في نقابه. النقابه دي نجتمع كلنا مثلا كريل استيت ايجنتس ونبتدي ان احنا نعمل نقابه البروكرز او نقابه الريل استيت ايجنتس او نقابه سماسره، نسميها اللي نسميه يعني اي حاجه الكلاينتس يكونوا مبسوطين بيها يعني. لو الحاجتين دول اتعملوا، ويا رب يا رب اشوفهم بيتعملوا، هم موجودين في بلاد تانية كتير وممكن يكونوا موجودين هنا في مصر عادي يعني، ما مش هتكون حاجه من اصعب الحاجات يعني. فلو الحاجتين دول اتعملوا انا اضمن لك ان مهنه البروكر ممكن يزيد احترامها بشكل كبير. في ناس كده كده هتفضل مريضه او عيانه او شايفاك وسيط او شايفاك ان انت مالكش لازمه. وبيني وبينك لو انت بتبيع وخلاص فانت فعلا مالكش لازمه يعني. بيني وبينك دي حاجه انا محتاج اقدمها كنصيحه للبروكرز. لو انت داخل مجال تبيع وخلاص انت مالكش لازمه. عدى عليا كوارترز كتير قوي ما بعتش خالص عشان كنت صادق. يعني كلاينت بيسالني على مشروع كويس مثلا، بيقول لي هل المشروع ده ايه كلاس؟ لا المشروع ده بي كلاس عادي يعني. ما مش هكذب عليك حتى في اضيق الحدود دي. ليه؟ عشان ربنا يحاسبني يعني. انا الحمد لله الحمد لله رب العالمين مش محتاج ان انا ادخل لي قرش حرام يعني. بس ده النصيحه للبروكرز حابب ان انا اقدمها، ونصيحه للكلاينتس. انت يا باشا ما تسجلش على 6 و7 و8 اعلانات. كل واحد هيبقى عايز يبيع لك، وكل واحد تعبان في الفلوس. الحمد لله انا مش تعبان في الفلوس، انا ما بعملش اي اعلانات لسه. بس كل واحد تعبان في الفلوس وعامل كوست اوف ماركتنج هو لسه هيتحاسب عليه ومش عارف يتحاسب عليه ولا لا. انا ممكن اعمل كامبين ب 200,000 جنيه ومحدش يشتري. دي حاجه بتحصل كتير مش بتحصل عادي. ممكن اعمل كامبين ب 30,000 جنيه واشتري 4. تمام. فعادي دي بتحصل ودي بتحصل. كوست اوف ماركتنج ده ريسك واخده صاحب الشركه، فاكيد هو عينه على البيعه بتاعتك. وفي منهم اصحاب شركات اللي محترمين وبقى عايز يبيع البيعه دي حلال، وفي منهم اصحاب شركات اللي مش محترمين وبقى عايز يبيع البيعه دي حرام، وفي منهم الشركات نفسها انت صوابعك مش زي بعض. في منهم شركات نفسها هتلاقي فيها بروكر محترم بروكر تاني حرام عادي يعني. دي بتحصل، دي موجوده في اي شغل في اي مهنه. انت ممكن تلاقي شركه مقاولات فيها استشاري محترم وبيعمل شغله، وفيها استشاري تاني بيجي له علبه الاقلام اول الشهر والدنيا زي الفل يا باشا، وعلبه الاقلام دي بيبقى محطوط فيها يعني 1000 جنيه وشويه اقلام وخلاص. دي الرشوه بتاعته مع ان هو راجل مرتبه 25 30 الف جنيه عادي، بس هو اي حاجه. فمحتاج ان انت ما تسجلش على اكتر من كامبين او اتنين او بني ادم او بني ادمين، ودول تكون عارفهم، تكون عارف ان هم ما بيخافوش وبيقولوا النصيحه وبيراعوا ربنا بس. وانا علي عبد العزيز معاك، ولو احتجت اي استشاره عقاريه تقدر تسالني هجاوبك بكل صدق حتى لو مش تشتري معايا.